المانجا وهي لسه غالية، خايفة تعمل زي التوم ونيجي ندور عليها منلاقيهاش. بيقولوا هترخص، بس مش عارفة هترخص ولا لأ، ولا هينضحك علينا. دي المانجا الزبدية، دي المانجا الزبدية اللي انت تخزنيها. بس انا لو جبتها بجيبها جامدة شوية، وبعدين اسيبها شوية بره، ما احطهاش على طول. يعني عملت معايا مرة ان انا جبتها، او معنى اصح اللي جابها وانا مش موجودة، وانا مسافرة السعودية، وجابها حطها على طول في الفريزر، فلقيتها خضرة. لا انت تجيبيها تلاقيها جامدة شوية، تسيبيها بره شوية كام يوم كده، وبعدين تحطها في الفريزر. ديت المانجا النعومي، دي المانجا النعومي، هي الوقت ب30 جنيه. دي المانجا النعومي اهي. فانا جبت خايفة لا تغلى، خايفة لا مش تغلى بقى، خايفة لا تتمنع، وهم بيقولوا لسه الموسم بتاعها جاي كده. دي عشان جامدة شوية بسيبها برا شوية لغاية ما تحس ان هي كده استوت، وبعدين تحطها في الفريزر. دي بقى تتحط على طول انها مستوية جاهزة. وكل سنة وانتم طيبين يا رب. انا بعينها كده الواحدة بوحدتها، هحطها في كيس كده، هحطها في كيس وعين الواحدة بوحدتها. ما هو انا بقى مش لسه هقشر واقطع واحط، لا بعين الواحدة بوحدتها. وساعة ما اطلعها اقشرها بالقشار، ساعة ما اجي اطلعها اقشرها بالقشار، مش بعينها متقطعة. انا بس عشان عملت عصير فحطيته منه في الفريزر، بس كمان عملت عصير. وكل سنة وانتم طيبين يا رب وتاكلوا بالهنا. احطها في اكياس عشان ما تكرمش، عشان الجلدة بتاعتها القشرة بتاعتها ما تكرمش. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طريقتي في تخزين المانجا: انتي هتجيبيها لو لقيتيها جامدة شوية تسيبيها شوية بره، ما تحطهاش في الفريزر عشان بتبقى لسه خضر. ما هو انتي بتنقيها سليمة، ما فيهاش اي خدش ولا اي حاجة، عشان ما يكونش فيها حاجة. دي مقفولة، بتنقيها سليمة ما فيهاش اي حاجة. بتجيبيها لو لقيتيها جامدة شوية بتسيبيها فريشي، وحطي في صينية وفرشيها برا لغاية ما تحطيها في الفريزر. سيبها شوية ما تحسي ان هي طرت كده، طرت وبقت مستوية، تحطها في الفريزر. بتجيبيها تغسليها وتحطيها على مناديل كده وتنشفيها، تنشفيها وتحطيها بقى في الفريزر. انتي حسيتي ان هي بقت مستوية مش جامدة، جامدة ممكن تلاقيها خضر، بتسيبيها كده شوية على الصينية تبيتيها يوم، وبعدين تحسي ان هي بقت معاكي مستوية، تقومي جاية غسلاها، هي كده مغسولة، وتنشفيها وتحطيها بقى في كيس. عشان انا ما بقطعهاش، انا بحطها في كيس كده واحطها في الفريزر، عشان لو ما حطيتهاش في كيس القشرة بتاعتها بتكرمش، بتكرمش، وتحطيها في الفريزر كده. تحطيها في كيس وتحطيها في الفريزر. اعملي بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها، عشان المانجا بتاعتك تفضل معاكي طول السنة.
حاجة ساقعة تطر على قلبك. لسه بقى هتقفي تعملي عصير؟ لا، مش قادرة اقف في الحر اعمل عصير كده، عايزة حاجة تطر على قلبي، مش لسه هعمل عصير. سكر، المانجا دي سكر، ما هي على حسب بيقول السكرية سكر. اعملي بقى عصير وشهيصي نفسك، قطعي بقى وقلب قلب قلب. قلب 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 واشربي بقى احلى عصير المانجا السكرية دي. اضربي، اعملي احلى عصير في الحر ده. قلب برضو احلى عصير، وبرضو لازم اصفيها، انا لازم اصفيها. قلب. مانجا يا مانجا، مانجا يا مانجا يا مانجا. برضو انا بحب اصفيها. اشربي وخزيني اللي فايض عليكي. هل يا ترى المانجا هترخص ولا شوية ونلاقيها اتمنعت زي التوم؟ انت هتشربي وتعملي عصير وتاكلي، والفايض عندك حطيه في الفريزر، الفايض عليكي حطيه في الفريزر. شفتوا؟ شايفين المانجا؟ واو. اشربي بقى وطر على قلبك وخزني.